السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم لي سافور دو لام. تتمة سلسلة ديال لي بوش اولا لي سويس رول. اليوم جيت بغيت نصايب معكم واحد سويس رول بكريمة الكابوتشينو اللي كيجي فريمون رائعة ولذيذة. كنتمنى لا فيديو تنال تحسن ديالكم وتروقكم. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير، انا اكيده غادي تنجح معكم مليار في المئة كيف ما كنعودكم دائما في الوصفات اللي كنشارك معكم. نبداو على بركه الله بمقادير كريمه الكابوتشينو. عندي 500 ملل ديال كريمه سائله، عندي معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وعندي 180 غرام ديال شوكولاته بيضاء بيان سور نوعيه تكون جيده. هنا غادي نسخن الكريمه وغادي نضيف ليها نسكافيه، غنضيفو الشوكولا وغادي نخوي عليهم كريمه سائله اللي دفيتها اولا اللي سخنتها، ما خصهاش تسخن بزاف. غنخويها على الشوكولا والنسكافيه اولا قهوه سريعه الذوبان ونخليهم واحد 5 دقائق تيتجانسوا مع بعضياتهم ويذوب الشوكولا، ونبدا نحرك جيدا بالبغا ميكسور كيف ما كتشوفوا معايا. وملي نخلطوا جيدا ويتجانسوا ليا غادي ندير لهم لو فيلم اليمونتير وكونتاكت وغندخلو للثلاجه ليله كامله. تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخير، انا اكيده غادي تنجح معكم كيف ما كنعودكم دائما في الوصفات اللي كنشارك معكم. الوغ كيف ما قلت لكم هنا عندي لو فيلم او كونتاكت وغادي نخليها في الثلاجه تبات ليله كامله. الا كنتو زربانين بها غادي ديروها 4 سوايع في الكونجيلاتور، ومن بعد غادي تخرجوها وديروها ساعتين في الثلاجه باش تقبض في راسها، ومن بعد غادي تخرجوها وتطربوها مزيان حتى تطلع. الوغ ندوزو من بعد لا جينواز اللي غادي حتى هي غادي تصدق معكم وغادي تجيكم خفيفه تري مويلوز ورائعه. انا اكيده عندي في لا جينواز 5 ديال البيضات، عندي لاغوم ديال الكافي، عندي 150 غرام ديال السكر سنيده و110 غرام ديال الدقيق و20 غرام ديال الكاكاو بيان سور قبصه الملحه تصحيح الذوق. هنا غادي ناخذ واحد المول بلوطو واحد لو بول وغادي ندير فيه 5 البيضات كاملين. هنا كيف ما شفتوا معايا هذه الشكل اخر ديال الجينواز، شفتوا كما شاركت معكم جو كخوا 3 حتى 4 ديال لي جينواز كاملين. هنا غادي نضيف 5 ديال البيضات كاملين كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ندير لهم واحد قريصه الملحه وغادي نطرب جيدا حتى تبدا تطلع ليا شويه، ونبدا نضيف السكر سنيده بشويه بشويه، وبيان سور نضيف لاغوم ديال الكافي باش كيعطيني ديك البنه ديال الكافي في لا جينواز حتى هي كتماشى مع كريمه ديال الكابوتشينو. الوغ كيف ما قلت لكم غادي نطرب بشويه بشويه حتى تبان لي ديك الكشكوشه الاولى ديال الجينواز اولا يبداو يبانوا لينا واحد الفقاعات، وغادي نبدا نضيف السكر بشويه بشويه على 3 ديال الدفعات. كيف ما تنقول دائما في لا جينواز ما تنديروش السكر في دقه واحده اولا في دفعه واحده، كنديروها على 3 حتى 4 ديال الدفعات، وحنا بيان سور كنطربوا حتى كيتبدل لينا اللون ديال الخليط ديالنا. غنستمر كيف ما قلت لكم مع السكر سنيده وتطرب حتى نكمل السكر اللي عندي اللي هو 150 غرام ديال السكر سنيده. من بعد غادي ندوز للدقيق بيان سور حتى هو غادي نديرو على 3 حتى 4 ديال الدفعات. هنا غادي نوقف الطراب وغادي نجيب الطراب اليدوي، حيت دائما انا الدقيق ما كنديروش بالطراب الكهربائي، لان الا درت الطراب الكهربائي بالدقيق كيطيح ليا ديك لاباغي لي صايبت ديال البيض والسكر سنيده. هنا كيف ما شفتوا معايا ماركي غير هو مغربل كنعاود نغربلو، حيت قد ما غربلتيه كيطلع لك لا جينواز زوينه. الا لاحظتوا معايا انا في لي جينواز ما كنستعملش الخميره. علاش؟ لان ديك الطريقه اللي كنديرو كنطربوا البيض مع السكر سنيده مده ديال 7 حتى 10 ديال الدقائق وانا كنطرب حتى كتوقف لي لاباغي. وعلاش كنخدم بالفوي ديال اليد؟
باش ما تطيحش ليا لاباغي. ملي كنضيف الدقيق هنا كنضيف حتى الكاكاو بنفس الطريقه، كنغربلو باش ما يبقاوش لي دوك الحبيبات، ونخلط مزيان حتى كيتجانسوا ليا المواد كاملهم. بيان سور هنا عندي الفران انا ديجا شعلته على 170 درجه، ونخليها لمده 10 حتى 11 دقيقه. هنا الطاوه كيف ما كتشوفوا معايا انا فرشت لها بابي كويسون، وقبضتو بدوك الجنيبات ديال 4 جناب. كناخذ غير شويه ديال لاجينواز وكنديرها في التحت ديال الطاوه، وكندير عليها البابي كويسون. غنفرغ الخليط في الطاوه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نشد الطاوه وغادي نضربها على سطح العمل شي 3 ديال الضربات حتى كيتحيدوا لي دوك الفقاعات اللي كيكونوا عندنا في لاجينواز. كيف ما كتشوفوا معايا نديرها 3 المرات وندخلها الفران باش طيب كيف ما قلت لكم 170 درجه لمده 10 حتى 11 دقيقه، سا ديبون د الفران. شتي الفقاعات كلهم كيتحيدوا وما كيبقاوش. هنا لاجينواز ديالي خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا معايا، تري مولوز غزاله. غادي نحطها فوق طاوله العمل، وغادي نحيد ليها البابي كويسون، وغادي كيف ما كتشوفوا معايا درت عليها بابي كويسون اخر وقلبتها باش نحيد لها بابي كويسون اللي طابت فيه. داكوغ. من بعد غادي نجيب واحد المنديل وغادي نفزكو كيف ما كتشوفوا معايا، لان لاجينواز انا بغيت نروليها بما تجمد ليا اولا تعقد ليا الكريمه. كيف ما شفتوا معايا كنفزكو شويه بالماء. هنا جبت واحد الرشاشه فيها الماء، كنرش المنديل ديالي كيف ما تشوفوا، وغادي نحط عليه البابي كويسون اللي كاين من التحت، ونخلي البابي كويسون الاخر من الفوق، وغادي نرولي عليهم المنديل باش كتبقى لكم لاجينواز ما تتكسرش ملي كتروليوها، وكتبقى قابطه وكتبقى خفيفه، ما كتقصحش لكم. بهذه الطريقه كنرولي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحطها على جنب كيف ما شفتوا معايا. وهنا الكريمه طربتها بيان سور، وهنا عندي السيرو ديال درت فيه لاغوم ديال الكافي، شويه ديال السكر والماء، ودرتو فوق العافيه حتى داب ليا السكر. بيان سور تجنسوا ليا الكريم. هنا الجينواز ديالي غادي نفتحها كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نسقيها بهذا السيرو اللي درت ديال لاغوم ديال الكافي ديال القهوه والماء والسكر سنيده، وخليتهم تيغليو. هنا غادي نبدا نسقي في لاجينواز كيف ما كتشوفوها معايا، ما تكسرت ما حتى شي حاجه. غادي نكمل السقوه ديال لاجينواز، وغادي ندوز للكريمه. الكريمه حتى هي غادي نسرحها على الجينواز بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد هنا عندي واحد نتوما تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. هنا انا درت هنا كندير بوينو لويت عليه لاجينواز، وهنا في الاخر غادي نبداو غادي نزينو به باش نعطيكم غابيل بان كندير بوينو كاين لتحت. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا زيرت على لاجينواز اولا على السويس رول اللي خدمته معكم، وغادي نخليه جانبا حتى يقبض فراسو مزيان. انا هنا جبدته وقطعت له الجوانب ديالو، وغادي نعاود ندير عليه لا كريم من الفوق. الكريمه اللي درت فيها درت بها لو فوغاج، غادي نليسي بها سويس رول ديالو، ندخلو المجمد حتى يقبض فراسو مزيان، ومن بعد غادي نخرجو. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي اللوز كونكاسي حمرته، وعندي 120 غرام ديال الشوكولاته بالحليب و100 غرام ديال الحليب. شديت الحليب وفرغته على الشوكولا وذوبتهم فوق العافيه كيف ما تشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نبدا نفرغ فيهم اللوز كونكاسي، وانا كنحرك مزيان، غنبدا نحرك حتى يتجانسوا ليا اللوز كونكاسي مع الشوكولا والحليب حتى نكمل البقيه كامله. ومن بعد غادي نفرغوا فوق لو سويس رول اللي حضرت معكم. هاد السويس رول كيجي فريمون رائع، والنكهه ديال الشوكولا وديال القهوه وديال الكاكاو اولا ديال الشوكولا كتجي فريمون لذيذه ورائعه، وكاين واحد التجانس رائع. كنتمنىكم تجربوها.
الوغ كيف ما كتشوفوا معايا غادي نفرغها على السويسرو، على الولي اللي صاوبت واللي درتو في الكونجيلاتور. كنديرها والغولي مكونجلي، ما تنديروش وهو مطلوق. كيف ما تشوفونا نفرغوا عليها، ومن بعد غادي نزينو بالكريمه اللي درتوها من الفوق. كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا كندير بوينو قطعته قطع صغيره، والكريمه انا درتها في البوشادوي وغادي نزوق بها. وانتم لكم الاختيار، ديروا الشكل اللي بغيتيو، ديروا شكل حلزوني، تقدروا تخليوها هكذا اللي بغيتيو. هذا كيبقى اقتراح وانتم لكم الاختيار في الشكل اللي بغيتيو. الوغ كيف ما شفتوني درت دي غوزاس بهذيك الكريمه، وغادي نحط عليها الطريفات ديال كندير بوينو. بغيتو ديروا هذه الطريقه، ما بغيتوش ديروا، لكم الاختيار. هذا كيف ما تنقول دائما تبقى اقتراح، وانتم لكم الاختيار، ديروه في الشكل اللي بغيتوه في التزيين. انا غادي نستمر حتى نكمل الطريفات اللي عندي بالنسبه لغوزاس. وهذا هو الشكل النهائي ديال سويس رول بالشوكولاته بالشوكولاته والكريمه كابوتشينو. كنتمنى تنال التحسن ديالكم وذوقكم. انا اكيده الا جربتوها غادي تنجح معكم مليار في المئة، وغادي تكون لذيذه وغادي تعتمدوها. هنا التجانس ديال كابوتشينو ومع الشوكولا كيجي فريمون رائع. كنتمنى نلقاكم ان شاء الله على خير في وصفات جديده بحول الله. الى اللقاء.